كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة بطريقة سهلة جدا، ومش هتاخد معاك 30 دقيقة بالظبط وتكون جاهزة. احنا هنستخدم زبدة طالعة من التلاجة، وده أهم حاجة عشان خاطر لو سايحة هتضطر تحطها في التلاجة قبل مرحلة التسوية ساعتين على الأقل. فاحنا هنضربها كده بالبطيء في العجان شوية، وبعدين هننزل بالسكر. المقادير هكتبها لكم وهقولها لكم واحنا شغالين دلوقتي مع بعض. هما 280 جرام زبدة و500 جرام دقيق، بس الدقيق هنشيل منه 30 جرام وهنحط بداله نشا حوالي معلقتين كبار كده. والسكر بودرة 125 جرام. معلش أنا بشتغل بالجرامات عشان الموضوع ده مهم جدا، بيفرق في الآخر جدا يعني. موضوع الكوباية مش دايما بيدي الوزن صح والمقادير بتبقى مظبوطة. ونضرب بس مش كتير يعني، الضرب في العجان مش لازم يبقى كتير، وإلا الزبدة زي ما اتفقنا هتسيح ومش هتديك نتيجة مرضية، هتفرش منك في الفرن. لازم تحطها في التلاجة. وبعدين أول ما تمسك نفسها كده بالدقيق بتبقى مرملة، احنا بس بنملكها بإيدينا شوية. هي هتاخد وقت ومجهود يعني، أو هتاخد مجهود مش هتاخد وقت، بس على طول يعني. لأن كمان تسوية الغريبة مش بياخد وقت في الفرن يعني. خليك دايما 7 8 دقايق بالظبط على درجة حرارة 160 يعني، ما تجازفش بأكتر من كده، عشان هي المفروض ما تاخدش لون يعني، بتفضل بيضة كده. أنا هوريك النتيجة في الآخر يعني. ده أقصى حاجة في التسوية تعملها يعني. اللي متعودين يشوفوا فيديوهات، أنا أحب أشتغل بالميزان عشان كل القطع تطلع نفس الشكل، وما بشتغلش باسطمبة او ما بديش فورمة لكل كحكة بعملها، عشان ما تبقاش يعني كأنها مطبوعة في مصنع او معمولة آلي يعني. هي الحاجات دي بتبقى يدوي كده، بتبقى جميلة، مش بتحتاج جوانتيات ولا حاجة، عشان ده شغل في بيتي يعني، والواحد بيبقى غاسل ايده. ونوزن، انا بخليها 10 جرام يعني. لو صغرت عن كده كمان يبقى احسن، بس اقصى حاجة 10 جرام، عشان هي حلاوتها في رقتها. هي الغريبة بالنسبة لي أنا كده حلاوتها في رقتها، ده الشعار بتاعي. وتملك كل واحدة قبل ما تحط فيها البندقة بتاعتك أو اللوزة أو التزويق بتاعك. وده شكل الصاج في النهاية. كلهم يعني شبه بعض وشكلهم جميل وعلى قد البق على طول يعني، ما تاخدش وقت في هضمها، بتدوب دوبان يعني. أتمنى تعجبكم وتقولوا لي رأيكم فيها. ايه رأيكم؟ هتعجبكم جدا وهتفتح نفسكم وهتعجب كل أهل البيت يعني. شوفوا، بنص كيلو دقيق تقريبا وحوالي ربع كيلو زبدة عملت كمية جميلة جدا يعني، مش بتاخد وقت خالص. ألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين. استنوني يوم العيد الصبح هدوقها لكم. باي باي.